دخل كبرفورمانس ماركتير، وبعد كده قعد يطور نفسه ان هو في الحاجات الاخرى عشان يقدر يوصل للخبره، ويقدر ينجح البيزنس اللي هو شغال عليه. تمام. اللي هي باقي السكيلز الاخرى، دي تعتبر كاتيجوريز، دي جماعه تحتها سكيلز كتير جدا. يعني ماركتنج اناليتكس فيها شغل، البرودكت ماركتنج فيه شغل، برودكت ثينكينج، الكلام ده. فانت على حسب نقطه البدايه بتاعتك ايه، لان كل واحد. بص، انا ما بحبش ارسم رود ماب صراحه. انا لا اعترف بالرود ماب اللي هي الفيكست، اللي هو انت لازم تبدا من الخطوه دي. لا، مش لازم. انت على حسب انت واقف فين. احنا الموضوع فليكسبل يا جماعه في الكارير بتاعنا. انا عملت شيفت كارير لما كنت شغال اي تي. لما كنت شغال اي تي وبدات وقتها جوجل ادز سبيشالست، مش ميديا باينج. ما كانش في مصطلح ميديا باينج في 2011 اصلا. ما كانش في برفورمانس ماركتنج بالمصطلح ده. هو ومش فيسبوك ادز. ما كانش في فيسبوك ادز اصلا، كانت لسه ما طلعتش. فعليا ما كانش في فيسبوك ادز. ما كان كله ببلاش، يعني الاورجانيك ريتش. اللي اقصده انت على حسب انت واقف فين. لو انت واقف، هتكلم هنا بقى للناس كلهم، لو انت واقف من نقطه البرفورمانس، ابدا من النقطه بتاعتك. شوف الساس بزنس موديل بيتطور ازاي، شوف الساس فانل، شوف الويبينار دوت ممكن يكون فاونديشن بالنسبه لك تبني بيه، او اللقاء ده يكون فاونديشن بالنسبه لك تبني عليه وتكمل باقي السكيلز بتاعتك، وتبني من خلال النقطه دي. طب لو حد تاني من ضمن اللي حاضرين هو مثلا شغال كوبي رايتر او كونتنت رايتر، طب جميل، حاول تتعلم السيس كوبي رايتنج. حاول تتعلم الاون بوردنج. الاون بوردنج فيه لعب وفيه فن كوبي رايتنج فعليا احنا بندور عليه، وبيدفع فيه فلوس غاليه. في الاون بوردنج، عارفين الستريمز لما بتنزل كانفا؟ يا جماعه، انتوا لما بتنزلوا كانفا على الموبايل ابلكيشن وبتيجي تسجل فيه، بيطلع لك كذا ستريم في الاول. دول فيهم فن كوبي رايتنج وفن تصميم، ومش بس الديزاين، فن تصميم. طب افرض حد اصلا كان داتا اناليست وشاطر جدا في الاناليتكس، بس عايز يخش الجروس ماركتنج والساس ماركتنج، يبدا منين؟ يبدا من الخطوه اللي هي هنا في النص دي، اللي هي خطوه الايه، الاناليتكس. يبدا يتعلم. هو داتا اناليست بيعرف يعمل داتا بزنس اناليتكس، يعرف يعمل الكلام ده. يبدا من النقطه دي، يحاول يتعلم الماركتنج اناليتكس ويبدا ينطلق منها، وهكذا على حسب انت واقف فين.